رجعنا بعد 50 يوم تماما. بعد 50 يوم صار الخل عندي جاهز. هلا بنشوفهم هذول ما حطينا لهم مي، وهذا اللي حطينا له مي. بنفس الوقت انا بنفس الوقت تماما جبت كيلين عنب وساويتهم كمان مطربان ثاني مشان يتخمروا مع بعضهم البعض، وارجيكم اياهم كمان بنفس الطريقه تمام، بس هذا زدت له مي. والله انا اللي شفته يعني صراحه يعني اللي حطيت له مي نجح اكثر يعني، واخذنا كميه اكبر يعني. حتى الامايه هلا بنرجيكم اياها، هي امايه الخل يعني دليل على انه نجاح الخل 100%. شايفين هي الامايه؟ هلا اذا بدنا نساوي خل ثاني مره ثانيه بناخذ هي الامايه بنرفعها هيك، شايفين؟ هي امايه الخل بحال بدي اساوي مره ثانيه بقيم هي الامايه، وبعد ما طبق التفاح كلياته فوق بعضه او العنب او شيء، وبحط له السوائل تبعته جاهز، بحطها على الوش وبغطي، بتساعد على التخلل بشكل اسرع ونجاح افضل يعني. هلا ان شاء الله جاهزين، رح نصفيهم ارجيكم شو بنصفيهم. وانا لقيت انه طبعا مثل ما قلت لكم المي ناجح 100%، ورائحته والله يعني جدا رائعه. وهلا بنشوف كمان اللي بدون مي كمان ساويناهم ممتازين، كله ممتاز ما شاء الله. بس هون ما بيعطيني كميه خل زياده يعني، هذا بيعطيني كميه خل اكبر. اكيد بالمعامل واللي بيساووا خل اذا بده يساووه هيك سك لحاله يعني، او اذا بده يساووه تفاح لحاله بدون زياده مي ما بتوفي معهم ابدا، مشان هيك بيضيفوا له المي. هلا بنشوف شلون بدنا نصفيهم ونشوف الكميه تبعهم ان شاء الله. لما نجي بنكشفهم وبنشق عليهم، اذا لقينا اي عفونه على وشهم بنقيمها بالمعلقه هيك، بمعلقه ناشفه بنقيمهم براس المعلقه وبنكبها، ما في اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم.